2012 من أهدافها يعني تهتم بالبعد الاجتماعي، خاصة البعد التنموي، البعد الثقافي. قامت بعدة أنشطة في المجال الاجتماعي، بعض الشراكات مع بعض الجمعيات الأخرى سواء داخل تونس أو خارجها. أيضا هذه الجمعية من مؤسسي شبكة الجمعيات بجندوبة، ورئيس هذه الجمعية هو كاتب العام شبكة جمعيات بجندوبة. كي الجمعيات الكل يعني تعاني بعض المشاكل مثل الجانب المالي، مسألة يعني خاصة الموارد البشرية. هذا هو ما الجمعية. شنو هي أهداف الجمعية؟ قلت الجمعية من أهدافها هي أنه تهتم بالتنمية بجميع أنها التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، التنمية الثقافية. تهتم بالفئات خاصة فئات المعوز وكافة السند والتسديد، خاصة معناها الفئات ذات يعني عندها مشاكل اجتماعية عموما، وتحاول أن تحسن يعني الموارد لهذه الجمعية لهذه الفئات الاجتماعية، وتعمل أيضا على توفير يعني بعض الموارد، ثم يعني خاصة التركيز على الجانب الثقافي أو الجانب يعني المواطنة هذه الفئة الاجتماعية. ماش بعض المشاريع قمتوا بها؟ أهم المشاريع اللي قمتوا بها نتاع الجمعية؟ مشاريع مثلا اهتمينا بمنطقة اسمها منطقة الجويدة، هذه بالشراكة مع جمعية تونسية تخدمها مقيمة بفرنسا، لأن اسمها جمعية أسان تهتم بهذه المنطقة، خاصة اسمها مشروع جويدة بمنطقة من مدينة فرنانة. أيضا مشاريع مثل بقية الجمعيات مع مكتب التشغيل اللي هي نتاع المواد نتاع قوة الصغرى. أيضا شاركنا أيضا في مشروع الياباني، لكن ما زلنا ما كملناش يعني عددنا بعض المشاريع. أيضا تقريبا هذا عموما إضافة كل ما هو اجتماعي، كل ما هو خيري، كل ما هو إسعافي. هذا بشكل عام.